مين على باله بيتزا بس عامل له كارب ومش بيقدر ياكل عيش؟ النهارده عملت بيتزا هسميها بيتزا كدابة، عشان هي بالظبط عاملة زي البيتزا، شكل وطعم وريحة وكل حاجة، بس هي من غير بقى لا دقيق ولا شوفان ولا جوز ولا لوز ولا أي اختراعات من دي. سهلة وسريعة وحلوة قوي ومشبعة جدا. يلا نعملها مع بعض. على حسب العدد اللي عندك. أنا عندي 4 صدور فراخ عشان الكمية دي مناسبة ليا. تبلتها من بالليل وتتبيلة موجودة في الكابشن. قطعتها الصبح قطع صغيرة علشان أنا عايزة أعمل خليط متجانس، يبقى عامل زي العجينة خالص، ما فيهوش أي كتل ولا أي حتت كتل، يبقى عامل بالظبط كده بالشكل ده. لو عندك الكبة كبيرة قطعي الكمية مرة واحدة، أنا عشان الكبة عندي صغيرة قطعتها على مراحل. بعد ما خلصت الكمية كلها بالمنظر ده هكسر عليها بيضة. البيضة اختياري، أنا عملتها مرة قبل كده من غير بيض والمرة دي بالبيض عشان أشوف الفرق، والاتنين واحد، فأنت عايزة تحطي بتحطي، مش عايزة براحتك. طبعا هكون مسخنة الفرن مسبقا على درجة حرارة 200. هفرد العجينة في الصينية. أنا هقطعها مربعات علشان أنا عايزة أعملها بعد كده تكون جاهزة، أشيلها في الفريزر لوقت الحاجة، لما أكون مثلا عايزة أعملها لانش بوكس للولاد أخدها معايا وأنا خارجة، عايزة حاجة سريعة بتكون بتسهل معايا. بدخلها الفرن. ودلوقتي هعمل الصلصة. الصلصة عبارة عن معلقتين زيت زيتون هنزل عليهم بفص ثوم مهروس و4 معالق صلصة، وهزود مية. من وقت للتاني ببص على العجينة في الفرن علشان ما تحرقش مني، إن هي ما بتاخدش وقت. حطيت على الصلصة بس ملح وفلفل وبابريكا، البابريكا اختياري، ممكن تحطيها وممكن لا. وبس كده. الصينية طلعت من الفرن بقت ريحتها فظيعة حلوة قوي. بقطع حتت صغيرة. طبعا دي لو هتعمليها لوقت غدا ممكن تعملي بيتزا مدورة عادية خالص وحطي عليها المكونات اللي عايزاها. أنا طبعا لأن الكراست عبارة عن فراخ فأنا ما حطيتش مكونات كتير، كل اللي أنا هحتاجه صلصة وجبنة وزيتون. ما حطيتش أكتر من كده لأن هي أصلا فراخ مش محتاجة. أنت عايزة تحطي المكونات اللي أنت عايزاها براحتك. طبعا تقدري تعملي الكمية اللي أنت عايزاها وتشيليها في الفريزر ما بين كل طبقة وطبقة ورقة زبدة علشان ما تلزقش في بعض. تكون بعد ما تكون استوت وكل حاجة تمام يعني. طلعيها بس على التسخين في الميكروويف أو في اير فراير. أنا حطيت المكونات جبنة وزيتون بس مع الصلصة، وهدخلها بس تسيح الجبنة لأن كل حاجة مستوية. وادي الشكل النهائي. رهيبة، ريحة وطعم محدش متخيل إنها ما كانتش عيش. بجد طعمها حلو قوي، لازم تجربوها. وألف صحة وهنا. مناسبة لنظام اللوكار، مقاومة الأنسولين، سكر نوع تاني وحساسية الجلوتين. باي باي.